تعالوا نشوف بيحصل ايه في فيلم تنة ورنة مع بداية اول ضحكة مولود جديد. وهنا بتتولد جنية جديدة، الطفلة هنا بتضحك والزهرة بتطير لحد ما بتروح لنجمة توديها ارض الجنيات، وهنا بيستقبلوها وبيودوها لشجرة تراب الاساطير. وبنشوف ان كل الجنيات بتتجمع وبيحطوا الزهرة في وسط الشجرة ويرموا عليها شوية من تراب الاساطير، فالزهرة بتتحول لجنية صغيرة. وهنا الملكة بترحب بيها وبتقول لها اهلا بيكي في ارض الجنيات، وبتفرد لها جناحاتها عشان تقدر تطير. وبتبتدي الجنيات تحط الرمز بتاعها قدام الجنية الجديدة، زي مثلا جنية التلج والمية وغيرهم كتير. فالجنية الجديدة بتسأل الملكة ايه دول؟ قالت لها دول هيساعدوكي عشان تعرفي موهبتك. وهنا بتروح لمملكة المية لكن ما بتتفاعلش معاها، وبتروح لجنية النبات وبرضه بتفشل، وبتفضل على كده لحد ما الضوء اللي على شكل شاكوش ده بيروح ناحيتها وينور جامد قوي. فبتروح جنية المية لباقي الجنيات وبتقول لهم انا عمري ما شفت نور زي ده قبل كده مع حد فينا، ولا حتى لما نسمة جت ارض الجنيات. ودي نسمة جنية الرياح، فبتسمعهم وبتبقى قاعدة متضايقة جدا. وهنا لما حاجة بتنور لأي جنية ده معناه انها هتبقى جنية مميزة جدا، والملكة بتروح لها وبتحضر كل الجنيات وبتقول لهم رحبوا بتنة ورنة. وبيروحوا لها الكائنين دول وبيقولوا لها ازيك يا انسة تنة، انا اصيل. فصاحبه بيزقه بعيد وبيقول لها انا بلبل في خدمتك في اي وقت. وهنا اصيل بيقول لها انت جيتي في احسن فصل في فصول السنة. فبتقول له اشمعنى؟ فبيقول لها لان الربيع قرب. وبلبل بيقول لها ان في ارض الجنيات في عوامل مختلفة لكل فصل في السنة، زي مثلا مملكة الخريف ومملكة التلج، وجنيات التلج هياخدوا اجازة بعد ما وصلوا الشتاء للعالم كله. وهنا مملكة الصيف، وان كل دول بيستعدوا لاكتر فصل مهم وهو فصل الربيع. وبتنزل تنة وبتتفرج على الحاجات اللي بيعملوها. وهنا بلبل بيقول لها انت جاهزة تشوفي المملكة بتاعتنا؟ وهنا بيقولوا لها اهلا بيكي في عالم التنات. فبتنبهر تنة بالطبيعة الجميلة. فبيقول لها اصيل بتبصي فين؟ بصي تحت. فبتنزل واصيل بيبتدي يعرفها على كل حاجة بيعملوها. وهنا بيفرجها على بيتها الجديد. فبتقول لهم ده بيتي انا. فبيقولوا لها احنا كان نفسنا ان الجنية الجديدة تبقى مننا، فعشان كده احنا جهزنا لك شوية هدوم، بس هتطلع كبيرة عليكي شوية لانك صغيرة. فبلبل بيقول لها خلصي لبس وتعالي على ورشة الجنيات، دي مشيرة هتفرح بيكي جدا. وهنا بيسيبوها ويمشوا وبتبتدي تظبط لبسها. وهنا بلبل واصيل بيتخانقوا مع بعض، وبيقول بلبل لاصيل انت ليه جبت غصن مقاس 5؟ انا مش قلتلك تجيبه مقاس 7؟ فاصيل بيقول له لا انت قلتلي 5. لحد ما بيلاقوا تنة جايلهم بشكلها الجديد فبينبهروا من شكلها. وهنا تنة بتقول لهم يا ده الكل هنا مشغول. فبيقولوا لها احنا هنعمل اطباق وكمان حلل وكمان سلة وحاجات تانية كتير. وساعتها بتيجي مشيرة وبتقول لهم خلصتوا العربية؟ فبيقولوا لها ايوه طبعا خلصناها. وبيقول لها اصيل خلصنا العربية ومفيش اي حاجة ضايعة. فبتقول لهم عايزة اشوفها. فبيحاولوا يتوهوها وبيقولوا لها ما سلمتيش على تنة ورنة. فبتفرح مشيرة بيها وبتقول لها ده انت ايدك ناعمة قوي، هما يومين شغل بس وهتبقي انشف من ايد اصيل. وهنا بتقول لاصيل وبلبل خدوا العربية وروحوا وصلوا الطلبات. واصيل بيوطي صوته وبيقول لبلبل بس لسه في عجلة ناقصة. فمشيرة بتسمعهم فما بيعرفوش يخبوا عليها حاجة. فتنة بتقول لها ممكن اروح معاهم وبتنقذهم من مشيرة. وهنا بيروحوا بالعربية وبنشوف اصيل وهو شايل العربية بدل العجلة. بيعرفوا تنة على الفار اللي ماشي بالعربية واسمه جبنة. ومرة واحدة بيطلع لهم من الغابة زرع غريب بيهجم عليهم، وبيطلعوا كلهم يجروا لحد ما بيخبطوا كلهم في الشجرة وكل حاجة معاهم بتتكسر. وبتيجي جنيات وبيطمنوا عليهم وتنة بتحكي لهم اللي حصل. فبيقولوا لها الزرع ده اسمه الشوك النطاط وبيقطع اي حاجة قدامه. فبلبل واصيل بينادوا عليهم وبيقول لهم احنا جبنا لكم شوية حاجات للربيع، دي انابيب قوس قزح لمنيرة. فندى بترمي شوية مية في الجو ومنيرة بترسمهم في الجو. فبتنبهر تنة باللي هي شايفاه وبتقول لها انت هتعملي بيه ايه؟ فبتقول لها هاخده معايا ارض الناس. فبتقول لها يعني ايه ارض الناس؟ فبتقول لها ندى ده المكان اللي هنغير فيه الشتاء لربيع. وفوز بتقول لها وانا هحضر الفطار لكل الحيوانات. فبتقول لها وردة وانا هفتح كل النباتات. وهنا منيرة بتقول لتنة احنا هنطير لحد ما نوصل لتاني نجمة على اليمين، وهنفضل نطير لحد ما نوصل لارض الناس. فبتقول لهم باين كده ان ارض الناس دي جميلة جدا. فبتودعهم وبيمشوا. وهم في الطريق تنة بتشوف نسمة وهي بتحول الهوا لرحيق. فبتقول تنة للي معاها روحوا انتوا انا هاجي وراكوا. فبتروح لنسمة وبتتخض وبتبوظ كل اللي بتعمله. فتنة بتتأسف لها بس نسمة بتبص لها بقرف وبتمشي. فبتروح وراها تاني وبتقول لها ايه موهبتك؟ فنسمة بتقول لها انت شايفة ايه؟ فبتقول لها اكيد انت بتاعة اللقاح. فنسمة بتقول لها انا بطير بسرعة ودي موهبتي وانها موهبة نادرة وكل الجنيات هنا بتعتمد عليا. فبتقول لها تنة ده زي اللي انا بعمله بالظبط، يبقى احنا كده زي بعض. فنسمة بتتضايق وبتقول لها انا بغير الطبيعة اما انت بتاعة اطباق وحلل، وده معناه ان الربيع
الربيع مش بيعتمد على التنات الغبية. فتنة بتقول لها انا لما اروح ارض الناس اثبت لك احنا قد ايه مهمين. فنسمة بتقول لها مين اللي هيروح ارض الناس؟ فبتقول لها تنة انا. فنسمة بتضحك وبتقول لها انتوا ليكوا اهمية كبيرة هناك وانا مستنية لما اشوف، وبتسيبها وتمشي. وبتمشي تنة هي كمان وبتكون متضايقة جدا من نسمة. وهنا بتشوف حاجة بتلمع على الشاطئ فبتروح لها وبتلاقي كمان حاجات تانية فبتقعد تلعب بيها وبتاخدهم وبتطير وبتروح بيهم على المخزن. فبلبل بيقول لها ايه الحاجات دي؟ فبتقول له معرفش. فأصيل بيقول لها دي حاجات تايهة، وبيقول لها ان الحاجات دي بتيجي من ارض الناس. وهنا بتيجي مشيرة وبتقول لها مش عايزاكي تضيعي وقتك بالحاجات دي، وبتلمهم وتمشي. فبلبل بيقول لها يلا نستعد عشان مراجعة الملكة الليلة. فبتقول له تنة يعني ايه مراجعة الملكة الليلة؟ فبيقول لها ان الملكة هتراجع كل اللي عملوه الجنيات الليلة عشان الربيع، وبيسيبوها وبيمشوا. فالتنة بتقول لنفسها دي فرصة كويسة قوي عشان اثبت نفسي قدامها. تسهر تنة طول الليل تخترع عشان توري الملكة. فبتفضل شغالة كتير وبتستعد بقية الجنيات لمراجعة بالليل. فبتيجي الملكة والوزير بيقول لهم استعدوا، وبيقول للجنيات تبدأوا عزف. فالملكة بيعجبها التنظيم وكل حاجة. فالوزير بيقول لها لما زهرة الزهور تفتح هناخد الربيع لأرض الناس. فبتقطع كلامهم تنة وبتقول لهم انا فاتني حاجة. فبيقولوا لها لا. فبتقول له انا اخترعت شوية حاجات عشان التنات تستخدمها في أرض الناس. فالكل بيستغرب. فبتطلع تنة أول اختراع عملته. فبتحط البندق وبتقعد تدوس عليه فبتفلت منها وبتيجي في السنجاب. فبيزعل ويمشي. فبيحاول يوقفها الوزير. فالملكة بتقول له سيبها تكمل. فبتوريهم الاختراع التاني وبتقول لهم ان ده رشاش للورد وبتشغله بس بيغرق الوزير. ولسه هتكمل بس الملكة بتقول لها هو محدش قالك؟ فبتقول لها محدش قال لي ايه؟ فبتقول لها ان الجنيات التنات ما بيروحوش لأرض الناس، كل الحاجات دي بتعملها الجنيات الطبيعية. فبتنصدم وبتضحك وبتقول لهم انا كده كده ما كنتش هعرف اروح. وهنا نسمة بتتفرج عليها وبتكون فرحانة فيها وبتبتسم تنة وبتمشي، وبيبقوا زعلانين عليها. وبترجع على المخزن وبتقول لمشيرة نسمة كان عندها حق، تنات ملهمش لازمة عشان كده احنا ما بنروحش لأرض الناس. فبتقول لها مشيرة انت مش جنية مية ولا نور ولا حيوانات، انت تنة ولازم تبقي فخورة بنفسك. ولما تقدري تخلي الورد يكبر ولما تمسكي النور ساعتها بس تقدري تروحي لأرض الناس. وبتسيبها وبتمشي. فبتقف رنة تفكر في كلامها. وتاني يوم بتروح كل الجنيات لشجرة الأساطير عشان ياخدوا شوية تراب يروحوا بيه لأرض الناس، واللي بيديلهم التراب هو تميم. وتنة بتروح لهم وبيستغربوا لأنهم فاكرينها زعلانة. وتنة بتقول لهم أنا مش لازم أبقى تنة من التنات، أنا عايزة أغير موهبتي، يعني مثلا أبقى جنية نور أو مية أو أي حاجة. وبينصدموا وبيقولوا لها محدش هنا بيغير موهبته. فتنة بتزعل وبتقول لهم انتوا بتعملوا حاجات جميلة قوي لكن أنا بعمل شوية حلل. فندى بتقول لها أنا هساعدك. وفوز بتقول لها نفس الكلام وبيقرروا كلهم يساعدوها. فبتاخدها ندى للمية وبتقول لها أول وأسرع حاجة ممكن تتعلميها هي قطرات الندى على شبكة العنكبوت. وهنا الجنيات بتشجعها وندى بتقول لها هتمسكي قطرات الندى كده وهترصيها بالطريقة دي. وتنة بتحاول ولكن قطرات الندى بتفرقع في ايديها. فندى بتقول لها اهدي وانتي هتنجحي. فبتحاول تنة أكتر من مرة ولكن بتفشل. فما بتعرفش تعمل ايه. فبترميها على شبكة العنكبوت. فالمية بترد تاني وبتيجي في الجنيات. ووقتها بلبل وأصيل بيكونوا بيشتغلوا. وهنا أصيل بيحط حاجة في ودانه عشان بيصدع. وبلبل بيلاحظ ان تنة مش موجودة. فبيقول لأصيل ما شفتش تنة ورنة؟ فبيقول له يا رب نخش الجنة. فبيقول له تنة؟ قال له لا مش عايز حنة. وبتيجي مشيرة وبتقول لهم فين تنة؟ فما بيبقوش عارفين يقولوا لها ايه. وبيقولوا انها راحت مع جبنة تجيب شوية حاجات. فجبنة بيقول لهم في حد بيناديني. فبيقولوا لها احنا نقصد راحت تجيب جبنة. ووقتها منيرة بتحاول تعلم تنة انها تبقى جنية نور. فبتقول لها امسكي النور بالطريقة دي وحطيه هنا. فبيروحوا للحشرات اللي بتبقى مستنية النور. ومنيرة بترمي لهم شوية نور فبينوروا. والشوية دول مستنيين تنة تحدف لهم. وبتحاول تمسك النور بس ما بتعرفش. ومنيرة بتحاول تساعدها بس تنة بترفض. وهنا بتمشي الحشرات لكن تنة بتقول لهم يقفوا. وبتقعد تخبط في العلبة اللي فيها النور لحد ما بيخرج ويخبط في كل مكان. وبيفضل يلف لحد ما يجي في تنة. فالحشرات بتفرح وبتجري وراها طول الليل. وتاني يوم منيرة بتروح لتنة وبتقول لها انا عارفة انتي كنتي فين. وبتقول لها يا خسارة كان عندي امل كبير فيك يا تنة. وبتسيبها وبتمشي. وهنا بلبل بيقول لها اسمعي كلامها هي عندها حق. فبتقول له كل ده ليه؟ عشان اشتغل طول حياتي، انا مش عايزة ابقى تنة غبية. بيزعلوا وتنة بتقول لهم انا ما كانش قصدي. وبتسيبهم وبتمشي. بتروح لفوز عشان تعلمها تبقى جنية حيوانات. فبتقول لها اول حاجة تبتسمي وتخليهم يثقوا فيكي. وفوز هنا بتعلم العصفور يطير. وبتقول لتنة علمي انتي العصفور الصغير. وهنا تنة بتحاول تهدى والعصفور بيبقى خايف قوي. فبتلفله وبتقول له ايه رأيك في الجو؟ ما بتفكرش تطلع تغير جو؟ فبيقول لها لا مش بفكر. فبتقول له انا قلت كده برضو، هو كل اللي عليك انك هتعمل كده. فبتلاقيه بيحاول يرجع للبيضة بتاعته تاني فبتمنعه
بس بيعضها. فبتقول له حاول تسمعني، انا فشلت في كل حاجة الفترة اللي فاتت، فايه رأيك تحاول تطير معايا يمكن انجح. بيترعب منها اكتر وبيرجع للبيضة بتاعته تاني. فبتشوف طائر، فبتقول للعصفور الصغير ان الطائر ده شكله شاطر في الطيران، انا هروح له يمكن يساعدنا. وهي رايحه له بتلاقي واحد من الكشافة بيقول بصوت عالي صقر، وبيحذر الباقي. والصقر بيطير ورا تنة وبتهرب منه لحد ما بتستخبى في شجرة وبيكون فيها نسمة، وبتقول لها انت ايه اللي جابك هنا، ده بيتي. وبتلاقي الصقر قاعد يكسر في الشجرة، فنسمة بتخرج منها وتنة وراها، وبتقع نسمة قدام الصقر وكان هياكلها، بس كل الجنيات بترميه بالفواكه فبيهرب الصقر. فكله بيضحك على منظر نسمة، وتنة بتروح لها وتتأسف لها وبتقول لها انا كنت بحاول اساعدك. فبتقول لها يبقى تبطلي تحاولي تساعديني. وبتبص لاصحابها وبتقول لهم انا فعلا ماليش لازمة، وبتقعد تكلم نفسها لوحدها وبتقول انا بالطريقة دي عمري ما هروح لارض الناس. وهي ماشية بتلاقي خزان قدامها مليان حاجات، فبتفتح وبتجيلها فكرة، فبتجمع الحاجات اللي حواليها وبتبتدي تركبها. واصحابها بيكونوا شايفينها من بعيد، وبتركب تنة المسامير وبتقفلها، وبتلاحظ ان في فتحة في النص، فبتقعد تدور لحد ما تلاقي حاجة فبتطلعها، فبتلاقيها عروسة. فاصحابها بيتصدموا وبتاخدها وبتروح تركبها في الفتحة وبتلف فيها وتطلع موسيقى، واصحابها بيروحوا لها وبينبهروا من شكلها ومستغربين ان تنة قدرت تصلحها. ووردة بتلفت نظرها وبتقول لها انت عارفة انت بتعملي ايه، انت بتظهري موهبتك، بتخترعي وبتصلحي الحاجات، هي دي موهبتك يا تنة. وندى بتقول لها مين هيفرق معاه يروح ارض الناس وهو معاه الحاجات الجميلة دي. فتنة بتقول لها انا يفرق معايا، انا نفسي اروح ارض الناس واعرف الحاجات دي بتيجي منين. وبيطلبوا منها اصحابها انها تفكر في كلامهم وهتعرف انه صح، ما بتردش عليهم فبيسيبوها وبيمشوا. وبتروح لنسمة وبتطلب منها انها تعلمها تكون جنية طيران زيها، فبتقفل الباب في وشها. وتنة بتتحايل عليها وبتقول لها انت املي الوحيد واصحابي كلهم اتخلوا عني. فبتفتح لها نسمة الباب وبتوافق تساعدها، وبتبعتها للغابة عشان تمسك الشوك النطاط، وبتعمل تنة دايرة من الخشب عشان تعرف تمسكه. وهنا بتقوله جاهز يا جبنة، فبيقول لها لا. فبتقوله ما تخافش، عددهم 7 أو 8 بالكتير. بتبتدي تتحرك ونسمة بتكون بتبص عليها من بعيد. وهنا بنشوف الشوك النطاط، فبتمد العصايتين وبتمسك 2 منهم وبتحبسهم، ونسمة بتروح وبتفتح لهم الباب تاني، وبتفضل تنة وراهم لحد ما بيبقوا كتير وبيكسروا الخشب اللي تنة عملته، وبيدخلوا أرض الجنيات وبيدمروا كل حاجة قدامهم. واللي كانت هتروح للربيع بتروح تنة المكان وبتلاقيه بالشكل ده، فبيروحوا لها الجنيات وبيقولوا لها انت عملتي ايه؟ فبتقول لهم انا كنت بحاول امسك الشوك النطاط. فوردة بتقول لها ان مفيش ولا جنية تقدر تمسكه. وبتيجي الملكة وبتنصدم من المنظر وبتقول كل الاستعدادات بتاعة الربيع باظت. وبتروح لها تنة وبتقول لها دي غلطتي، انا السبب في كل ده. فبتتأسف لها وبتسيبها وبتمشي. وهنا الملكة مجمعة الوزراء وبتقول لهم الربيع لازم يجي في وقته عشان ما يحصلش خلل في العالم. فالملكة بتهديهم وبتقول لمشيرة هل في احتمال نعمل كل حاجة تاني في الوقت الفاضل؟ فبتفضل تحسب وبتقول لها مستحيل. فالكل بيترعب من اللي هيحصل. وهنا تنة بتروح لشجرة الأساطيل وبيشوفها تميم من بعيد وبيقول لها انت كويسة؟ فبتقول له انا كويسة، انا بس كنت عايزة شوية من تراب الأساطير عشان هغيب شوية. فبيقول لها قد ايه يعني؟ بتقول له للأبد. فبيقول لها دي فترة طويلة جدا. فبيديها تراب الأساطير وبتقول له شكرا يا تميم. بيقول لها ايه ده، انت عارفة اسمي؟ بتقول له طبعا. بيقول لها ده انا مجرد حارس أساطير، يعني انا مش مهم زي باقي الجنيات. فبتقول له تنة ايه اللي انت بتقوله ده، انت غالبا افضل واحد في ارض الجنيات، وان من غيرك مش هيبقى فيه اي سحر، انت لازم تبقى فخور بموهبتك. فبيقول لها انا طبعا فخور. فتنة بتفهم اللي عايز يوصله لها وبتقول له انا لازم امشي. فبترجع المخزن وبتقعد قدام اختراعاتها وهي زعلانة، فبتلمح الحاجات المركونة عندها وبتجيلها فكرة. وتاني يوم بتروح الملكة للجنيات وبتقول لهم للأسف انا عندي ليكم خبر وحش، الربيع مش هيجي في وقته، احنا هنحتاج شهور كمان عشان نعوض اللي راح، ولما زهرة الزهور تفتح بكرة مش هنقدر نروح لأرض الناس. وبتروح تنة ورنة للملكة وبتقول لها انا عندي حل. فالكل بيبص وبيستغرب. فبتقول للملكة ارجوك اسمعيني. فبتروح للجنية وبتقول لها انت محتاجة وقت قد ايه عشان تلوني الدعسوقة؟ فبتقول لها تقريبا كده ربع ساعة. فبتروح تنة للحشرة وبترشها وبتحط النقط وبتخلصها في ثانية. وبنشوف نسمة وهي واقفة متضايقة وبتقول تنة للملكة انا اقدر اخلص كل تجهيزات الربيع في ثانية، بس محتاجة منكم تساعدوني. وهنا بتروح لهم نسمة وبتقول لهم تاني هتسمعوا كلامها، ده هي السبب في كل اللي احنا فيه ده. وبتتضايق تنة وبتقول لها انت ايه مشكلتك، انت فاكرة نفسك احسن مني؟ انا على الاقل بقدر اساعد، لكن انت عمرك ما ساعدتي حد. فبتقول لها لا انا ساعدتك انت بأمرت لما قلتلك تمسكي الشوك النطاط. فالكل بينصدم. والملكة بتقول لنسمة يعني انت اللي خليتيها تعمل كده، اظن ان سرعتك كانت هتخليكي تمسكي الشوك النطاط. فبتقول لها انا، وبتسيبهم
وتمشي. فبتقول الملكة لتنة أنا واثقة من إنك هتنجحي. فبتقول لها أيوة لأني من التنات، والتنات بتصلح البايظ وهي دي موهبتي، بس مش هقدر لوحدي. وهنا كل الجنيات بتتلم حواليها وبيبدأوا يجمعوا شوية حاجات، وبتفضل تنة تجمع معاهم. وأصيل وهو بيجمع معاهم الحاجات بيلاقي اللعبة اللي تنة صلحتها. تقعد تنة تخترع في حاجات عشان تسهل على الجنيات الشغل، عشان يلونوا بسرعة ويجمعوا الألوان أسرع. وبيفضلوا يشتغلوا لحد ما بيخلصوا كل حاجة هتروح لأرض الناس. وهنا الملكة بتيجي وبتفتح زهرة الزهور. فبتقول الملكة لتنة ورنة انتي أنقذتي الربيع. فالجنيات بتروح للملكة تطلب منها ان تنة تروح معاهم لأرض الناس. فتنة بترفض وبتقول لهم انا لسه ورايا شغل كتير. فمشيرة بتقول لها انتي شغلك مش هنا، وبتصفر. وبيجيبوا بلبل وأصيل اللعبة. فمشيرة بتقول لها انا لقيت اللعبة دي من كام سنة فات، ولكن ما كانش عندي اي فكرة دي ايه ولا اصلحها ازاي، بس انتي يا تنة عرفتي، واعتقد ان في بنت في أرض الناس مستنية اللعبة بتاعتها. فبتقول لها يعني ايه؟ بتقول لها يعني في واحدة هتروح وهترجع اللعبة دي لصاحبتها. فبتفرح تنة وبنشوف صحابها بيجروا عليها وبتجري وبتحضن تنة مشيرة وبتشكر الملكة. وهي ماشية تميم بيروح لها وبيديها شوية من تراب الأساطير، فبتشكره هو كمان وبتبتدي رحلتها لأرض الناس. وأصيل وبلبل بيبقوا شايلين اللعبة، وبتكون تنة سعيدة جدا وهي طايرة معاهم. وبيوصلوا لأرض الناس وبتنبهر تنة من الحاجات اللي بتشوفها. وبتبتدي الجنيات تجيب الربيع لأرض الناس وبيصحوا الحيوانات وبيسيحوا التلج وبيزرعوا الورد. وبتكون تنة شايفة كل اللي بيحصل، وإن الجنيات بتقدر توصل الربيع لأرض الناس. وهنا بتبدأ مهمة تنة، بترمي شوية من تراب الأساطير على اللعبة فبتطير. فبتاخدها وبتمشي وبتفضل تدور على بيوت كتير لحد ما بتلاقي البيت ده. فبتبص من شباك الأوضة وبتنبهر من الحاجات اللي بتشوفها، وبتلاقي طفلة صغيرة داخلة الأوضة. فبتخبط على الإزاز وبتروح تستخبى. فالطفلة بتفتح الشباك وبتفرح جدا عشان لقت اللعبة بتاعتها. فبتطلع مفتاح وبتشغل اللعبة وبتكون في منتهى السعادة. فبتنادي عليها أمها وبتقول لها تعالي يا ويندي. وتنة بتكون سعيدة جدا لأنها قدرت ترجع اللعبة لصاحبتها. وهنا يكون انتهى فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة.